الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد، أتمنى أن ينال إعجابكم. كما تشاهدون في الصورة فيديو، اليوم كنت أزرع الذرة. شاهدت هذا المنظر فأردت أن أشاركه معكم. شاهدوا كيف يستطيع النمل إزاحة حبات الذرة. فعلا إنه منظر جميل ورائع وله عبرة، يعني التعاون، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. فأخي المشاهد، كما تشاهدون أن النملة هي أصغر حجما من حبة الذرة، وتستطيع إزاحتها بالتعاون. يعني التعاون شيء عظيم وجميل جدا. يعني التعاون له آثار إيجابية على جميع الكائنات، سواء البشر أو الكائنات الأخرى. كما تشاهدون، بالتعاون يستطيع النمل إزاحة هذه الحبة ووضعها في ثقب مخصص للنمل، كما تشاهدون في الصورة. يعني يقومون بتخزينها. سبحان الله. الحبة الأولى كما تشاهدون، الحبة الثانية. يعني منظر عظيم وله عبرة لأولي الأبصار. سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله العظيم. يعني هنا تتجلى عظمة الخالق في جميع كائناته ومخلوقاته. سبحان الله. كما تشاهدون في الصورة، تتم إزاحة حبات الذرة الواحدة تلو الأخرى بفضل التعاون. يعني النمل صغير جدا، ومع ذلك يستطيع إزاحة هذه البذور الكبيرة جدا مقارنة مع حجم النملة. وفي الأخير، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. شكرا لكم.